مرحبا ويسعد أوقاتكم من جديد. أشكركم على التشجيع، كتير شجعتونا في الفيديو السابق. واليوم لأنه الفيديو السابق كان عبارة عن شرح الأسماء المفاتيح، قلنا دو ري مي فا صول لا سي دو، وكمان السود قلنا دو دييز، ولما يكون رجوع بيكون اسمه الري بيمول. ليش؟ لأنه تابع للهاد نزول، فلهذا الشيء. واليوم راح نشرح بين المفاتيح، بين هدول المفاتيح في مسافات، بين كل مفتاح ومفتاح في مسافة. هاي المسافة نسميها أبعاد. فمشان نتعلم في أيام القادمة، في الفيديوهات القادمة، إنه الأبعاد شو هي، أو رح نشتغل على الأبعاد، يعني كيف لازم نتصرف عليها. فاليوم رح نشرح إنه شو هو المسافة أو البعد بين كل مفتاح ومفتاح. طبعا أتمنى أنكم أنتم حفظتوا الأسماء المفاتيح لحتى يكون يعني محفوظ بالذهن بشكل ممتاز. يعني ليش؟ لأنه إذا ما حفظتهم ما رح يطلع معك شيء. فأتمنى أنه أنت تعيد وتكرر الفيديو أو تعيد الدرس لحتى تحفظ كتير، ونفس الوقت مرن أصابيعك على الكيبورد. يعني لو أنت استغل دايما كل فرص أوقات مشان تتعلم على تاخد إيدك على العزف دايما باستمرارية. طيب رح نبدأ اليوم. بكون المسافات بين المفاتيح. طيب أو الأبعاد، نسميها أبعاد. بين الدو والري بعد واحد، بين الري والمي بعد واحد، بين المي والفا نصف بعد، بين الفا والصول بعد واحد، بين الصول واللا بعد واحد، بين اللا والسي بعد واحد، وهيك بكون السي للدو نصف بعد. شرح بسيط جدا وعملية سهلة كتير، بس لازم انت دايما تحفظها في ذهنك انه هذا الشيء، لانه كل مقام فيه في ارقام، في ابعاد معينة، وهذه الابعاد هذه الارقام لازم انت تحفظها، بحيث انك انت اي شيء، اي سلم بدك تشتغل عليه او تلعب عليه، فانت دغري تحسبهم انه كيف راح 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 تلعب عليهم من خلال حفظ المسافات او الابعاد. الفيديو سهل كتير، واتمنى يكون شرح واضح ومفيد كمان. وان شاء الله في الفيديو القادم راح نشرح كمان شيء تاني، يكون السلم الموسيقي أو أسماء المدرج الموسيقي. اسم مدرج الموسيقي أسماء الخطوط والفراغات، لأنه السلم بيتكون من خطوط وفراغات، نتعرف عليهم سوا في الدرس القادم. لكن بالنسبة للدرس اليوم حابب كمان ورجيك بالصورة اللي شرحناه لحتى أنت تحفظه بشكل جيد، وحتى ممكن أنت تستفيد منه أكثر. ودايما أتمنى تكونوا موفقين في كل شيء. طبعا كل شيء يحتاج وقت واستمرارية وإلى إعادة دايما. هذا الشيء اللي بخليك تتعلم، يعني مش مجرد فيديو 5 دقائق أو 3 دقائق ما راح يعلمك كتير، لكن إنما التكرار والمتابعة راح يعلمك شيء. أتمنى تكونوا بخير. إلى الفيديو القادم، وإن شاء الله تضلوا بخير وسلامة. إلى اللقاء.